ال 200 جنيه دي وهي مقسومه 2 ما تتصرفش، ومش هتصرف في الدنيا اللي احنا فيها دي. حتى اللي هياخدها ملزوقه يعني هيبقى هياخدها وهو متضايق. عنوان البث: المحل بيبدأ من 1000 جنيه. اتكلمت في لايف من شوية والبث قطع علينا، واتلبخت بقى في الشركة وفي الشغل وفي الدنيا. لسه مخلصين شغل وصلينا الفجر، وبعد دراسة جدوى للموضوع اللي انا اتكلمت فيه من شوية في السوق بتاع شركة دمياطشر. احنا جايين نشتغل يا جماعة. 200 جنيه دي طول ما هما نصين كده ما بتتصرفش، لازم تبقى حتة واحدة تصرف. النهاردة في سوق شركة دمياطشر انا اقدر اوفر للمؤجر عندي محل بيبدأ من 1000 جنيه في الشهر، وطول السنة ينعم بال1000 جنيه ده بعد ما انا عرفت المكان ايجار بكام ودنيته بكام. المحل في الجماعة ممكن يبقى ب1000 جنيه. اديك محل ب1000 جنيه واجيب لك سوق، اخلي البلد كل العالم كله ينزل عندك هنا بالمنتجات اللي موجودة هنا وبالاسعار اللي مش موجودة والرقابة اللي مش موجودة. البث اللي فات كان بث تجريبي بنجرب فيه. قفلت البث من هنا، جالي شاب زي العسل بتاع هدوء قعد معايا، راجل برق ممكن اذكر اسمه، وهو واخوه شغالين في المجال وشرسين جدا. راجل عايز 4 5 محلات. كلمني واحد بتاع سمك عايز محلين، والراجل اصلا هو عايش بيجاهد في سبيل الله، واتصل بيا قال لي كار السمك ده في بلاوي، وقعد يحكي لي في كار السمك في ناس عايزه تجاهد بس مش عايزه حد يشجعه. انا باشا النهارده شركه دمياطشر فوق شاي حبيبي، مساء الفل يا جماعه. والله في بصيص امل في دمياط، حابب اخواتنا اللي في بقيه المحافظات يشوفوا هنوصل لايه عشان يبتدوا يطبقوا نفس النظام عندهم، اذا كان بقى في اسكندريه، القاهره، المنصوره، بص اي حته من المحافظات الجميله دي. احنا باذن الله هنبتدي. انا هعمل لك حاجه ان شاء الله بكره الصبح، عشنا وكان لنا عمر وربنا اذن، هفرجكم على المكان ال10,000 متر اللي هيبقى فيه محلات الناس المستأجرين اللي يبقوا داخلين يعتبر بأسهم معانا في الشركة. الناس دي انا هوفر لها كل حاجة تخص اي حاجة، بس احنا هنجاهد في سبيل الله. تسيب من الكلام ده. طب ما تريح دماغك انت برضه يا عم اسلام وسيبك من الكلام ده وروح نام. عايزين يا جماعة، مش عايزين مثبطين، احنا مش هبل، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. الموضوع في مواضيع كبيرة يا جماعة كده، معلش في مواضيع كبيرة في ناس ما تقدرش تستوعبها. احنا يا عم متدربين على شركات ومتدربين على مساحات ومتدربين على مؤسسات، والدنيا معانا انت ما انتش متخيل. هي قدرات. في واحد بقى في يشيل 100 كيلو بنش، واحد بقى في يلعب ب 200 كيلو بنش. هي كده واحد لو لعب ضغطتين على الارض ممكن ينام جنبهم، ضغطه سويدي ما يقدرش. فهي الناس طاقات. فيا جماعه المشروع الارض عندي والمحلات كده اتعملت. تيجي تأجر عندي الصبح محل بيبدأ من 1000 جنيه. عايز ايه؟ هعمل لك مبنى تسويق في قلب المكان ينعش دماغك، بس انت هتشتغل تحت توجهات المكان. هيبقى في رقابة قوية على المكان مش موجودة. الدولة هتراقب وانا هراقب من مكاني. النهارده البائع اللي افنى شغله في مهنه استجد عليه النهارده مهنه جديده، فما عادش عارف ياخد باسبابها، لا هيتشل الولا النهارده. انا شاطر جدا في اداره الشركات، شاطر جدا في ان انا اعمل لك مؤسسه واعمل لك شركه بانضباط. انت فاهم؟ شاطر جدا ان انا يا ابني المفروض ان انا ابقى بلوجر، بس انا ما بحبش كلمه بلوجر مع احترامي للبلوجرات. انا مش شايف نفسي بلوجر، مع احترامي طبعا هي ما تقلش من حد، بس انا مش بلوجر. انا راجل يا عم تاجر، وتاجر شاطر، وبعرف استخدم البتاع ده واعرف ابيع من عليه اي حاجه. انا بعت هنا عربيات، كنت ببيع في اليوم 6 7 عربيات في اليوم، 6 7 عربيات، انت متخيل؟ ومكسب واحد، بيع كتير، قطع ثقه ومدي انا مفيش العربيه دي، مفيشها. ودخلنا المجال عدلنا فيه شويه حاجات، وما علينا اكيد الكارد هيجي معانا في المصلحه واحنا شغالين. يا باشا مصر يا فوش. جماعه احنا بنحاول دلوقتي نفكر في الجماعه.
الموت في الكترة سترة اولاد، والحياة بقت صعبة. محتاجين نحط ايدينا على مصادر الدخل. مصدر الدخل بتاعك لو اتعدل حياتك هتبقى احسن. مش عايزين نقعد نجيب اللوم على اي حد، ولا دولة ولا بلد ولا انت، ولا اللوم عليك ولا اللوم على اي حد. انت باشا تبتدي تاخد بالاسباب من الدين دي دلوقتي. صليت فجرك اسمعني، صليت الفجر اسمعني. انا بقول ايه؟ مكان موجود هنجيبه. الناس دي هتأجر مني، الموضوع بسيط اهو. هتيجي تأجر مني المحل وهيبقى بتاعك، محل بتاعك بعقد ايجار. محل هو بسيط اهو، بس تحت رعاية دمياطشر في كل حاجة. في كل حاجة هتبيع ازاي، منتجك ده بكام، هتبيع ازاي، لان انا عايزك تكسب عشان تشتغل وتنتعش وتطلع احسن ما عندك. عايزك تكسب. الهدف من الموضوع مش المكسب قوي، الهدف من الموضوع ان احنا نجاهد في سبيل الله حق جهادي في اللي احنا بنفهم فيه. الراجل اللي طلع قال علم ده ومات، انا كلامه اشتريته، وشايف ان الحياة من غير جهاد في سبيل الله مش ممتعة، حياة فيها خزي وعار، وانا مش هعيش مخزي. انا شايف فساد للركب. والدولة هتعمل ايه في اللي احنا فيه؟ الدولة دي انت ما لو سوبرمان مش هتحل مع المصريين. المصريين صعبين، وانا بدير مصريين من زمان. مش معنى لا هم شطار، بس محتاجين ياخدوا باسباب النجاح شوية، محتاجين نتعلم شوية. مشكلتنا هنا في دمياط ان المعلم مفكر هو خلاص معلم واخد اللقب في الموبيليا. طب يا ابني انت عشان النهارده تخش في سوق محتاج 50 حاجة. شوفني كده وانا واقف بد كرسي الفريق المبيعات بتاعي، ترابيزه اوضه اجتماع، عامل اوضه للاجتماعات بترابيزه سفره، بترابيزه مكان اجتماعات رايق قوي وجميل قوي. انت فاهم؟ انت الناس اصلا قاعده مبسوطه، كل واحد نازل له البيست بتاعه وبتاع، وقاعدين نتكلم هيقف مع العميل ازاي وهيشتغل ازاي وهيدير الموضوع ازاي. وكنت بتكلم معاهم اخر مره في موضوع هم وشائك، هم وشائك. ويعني انت مش متخيل هنبقى نعمل الحاجات دي وندي كورسات للناس حتى ينتفع العامة. بس النهارده الناس دي تحت التخطيط ده هتنجح وهتبدع. هنبدع. لو دمياط كان فرع من شركة دمياط الصناعية، نص صفر ونص التاني شغال ديليفري. الكلام ده هو كلام تظبيط. الكلام ده هو انا يا جماعه ما ينفعش وانا قاعد بدي كورس يقوم الشيطان طالع لنا مودينا في موضوع تاني. يا جماعه نتعلم نتعلم ونتعلم نتناقش ونتعلم نسمع. ده مكان هأجر لك فيه محل، المحل بيبدأ من 1000 جنيه مدعم. التسويق هيبقى مدعم. الفكر اللي انت المفروض يا باشا، انت راجل متقاعس، معلش هقلعك قدام نفسك. انت راجل متقاعس ولا فاهم حاجه في شغل ولا فاهم حاجه في اداره، محتاج تروح تدرس. فانت يا عم خلاص تعالى، انت يا عم شاطر ان انت فاهم في الكار ده. انا عايز ناس شاطره، الناس اللي هتجيلي دي ناس شاطره. تمام يا جماعه؟ عايزين ناس شاطره، ناس عايزه تخش الجنه، ناس عايزه تجار، عايزه فعلا تعدل في المنظومه. وهنعدل بالراحه يا عم. اي منتج احنا هنبيعه بما يرضي الله. قلت لك المكان ده هيبقى فيه رقابه على الاكل والشرب، المنتجات، الجوده بتاعت المنتجات، الضمان ساري، كل حاجه ساريه زي ما احنا شغالين عندنا في شركه دمياطشر. كلام جميل ما شاء الله عليك يا رب. بالنسبه يا جماعه الراجل اللي بيقول فيه ضمان ومشكله، عينيا يا عبده، ده احنا انت حبيبي، عينيا يا حبيب قلبي. السلعه بتاعت الموبيليا سلعه استخدام صناعه محليه، ووارد يحصل فيها اي حاجه، وبيبقى في صناعه دوريه باستمرار. ممكن اخش عليك في بيتك العفش اللي انت اخده من سنه بملمين اخليه لك جديد وافرحك بعفش كانه لسه جاي لك الوقت اهو. العربيه المرسيدس ام 10 مليون بتحتاج صيانه دوريه. الناس يا جماعه اشترتني بالضمان. الناس اللي اخده ضمان 10 سنين ده انت مش شاريني، انا مش شغال عبد عندك. الاوضه انت اخدها وماضي ان الاوضه تمام، باظت اصلح واروق واظبط واخد منك ملمين. ملمين انا اصلا ببعت لك صنايعي مدعم وعربيه بتنزل راح 5 6 مشاكل ما باخدش منك حاجه. هتصبر على العربيه، اي عربيه رايحه المكان هطلع لك. مستعجل ادفع حق العربيه يا حبيبي. انا كلمت زانوسي اخدوا مني 1000 جنيه كشف عشان الراجل يجي لي البيت، طلع حتتين من بتاعه وقام قايل لي دول يا باشا سوء استخدام عايزين يتغيروا. ما انا باحترام خد هات، خلصنا مشينا. تمام؟ ما خلاص يا عبد العمار، ما انا قلت لك حاضر بعد اللايف كلمني غير بقى الموضوع
عشان انت طلعتنا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك والاوضه اللي انت واخدها. بالله انت عصبتني. ابعد، انا مش هنا الوقت، انا بالاوضه دي. المهم قلنا يا جماعه المكان تحت ايدينا 10000 متر يساع 400 ل 500 محل، يعني في 500 بني ادم، وتحت منهم ناس هترزق من فضل الله، وشفتات وقصه وعماله وبتاع. يعني شوف كام واحد، لو قلنا كل محل اضرب في 3 بتتكلم في 2000 بني ادم ممكن يشتغلوا في المنظومه. ده غير الناس اللي هتبقى شواق في امن، ده غير بتوع الدليفري، ده غير معلش انا هعمل لك خط ساخن للسباكه، خط ساخن للكهرباء، خط ساخن للحاجات اللي هي عايزه ضبط، خط ساخن وعليه مثلا 1000 سباك. 1000 سباك ده باشا زي لوكيشن، مين اقرب يروح. الراجل ده شغال برعايه دميتشر، برعايه الله مش برعايه اللي معاه. الراجل ده في سيستم ماشي عليه للسباكه، الكشفه بكام، الوضع بكام، الدنيا بكام. النهارده انت بائع، ما عادش ينفع تشتغل لوحدك، لا لازم تشتغل عشان تكبر، لازم تشتغل تحت توجه الناس الشاطره قوي. يا وشايف نفسك انت شاطر قوي يا عم، الله يرزقك. برضه يا ابو حميد انا متابعك من اول ما بدات انا من منصور، تحياتي ليك. بس عايش في دمياط، بيعجبني افكارك جدا وفكره التسويق، ولكن حابب انوه على حاجه. لما تجيب المكان اعمل نظام وخطه طوارئ الحريق، وفقه الامن الصناعي والدفاع المدني، عشان كده كده تتحارب باشا. كل ده انا عامله في شركه دميتشر، ودقت المر 10 مرات في شركه دميتشر. والناس دي لما راحت تزرني كل ما هو في الامر، انا كنت بس ايه، مش يعني ايه، ما اعرفش ان في امن صناعي. فجاه كده تلاقيت بتوع الامن الصناعي داخلين، مزرور انا من جايين لي. فانا كنت هروح، هم جول انا. جيت ايه يا عم انت مش عملت له؟ يا عم اعمل اللي انت عايزه، قول لي ابدا منين، انا مواطن صالح وعايز اشتغل. قال لي يا باشا المفروض تعمل كذا وكذا، وابدا دلوقتي بكام؟ قال لي يا باشا تجيب كذا، حاضر جبت ورحت وجيت. مرضى يا باشا مرضي. بس الناس دي انا كنت هروح بوليهم. فاهم انت؟ الموضوع الحرب والكلام ده سيبه على اخوك ابو فؤاد بس، ومالكش دعوه، متدربين على الاصحاب. وبعدين احنا مصنعين اخطر فئه في المجتمع ممكن تتعامل معاها، وولاد حلال واكلنا على، انا اكل على ترابيزه ابويا وابن حلال، وما طقش انا واحد يبقى له مظلمه عندي في اي حاجه. اديني المعامله. نجح لازم يتحارب ابو فؤاد يا عم، حي على الفلاح. الحرب دي بالنسبه لي الفلفل والكمون والبهارات اللي بتحط على الاكل، والسسبنس بتاع اللي هيفضل قاعدين كده من غير حرب. لا لا، وزلزلوا وقالوا متى نصر الله. الحاجات دي حماس، امال نقعد نحكي ايه لعيالنا وعيالنا تحكي ايه وهنخش الجنه ليه يا جماعه انتوا ناسيين ان احنا جايين هنا في اختبار ولازم ننجح في الاختبار ده. لو ما نجحناش هنخش النار يا اولاد. اصحى كده معايا انت وهو يا ولا، انت فاهم؟ ده انا الدنيا من بعدي بص، انا اعرف ناس كتير كده ماتت اصغر مني وفي حياتي وانا اعرفهم. ها بس الدنيا دي في عيني بقت قد كده اهو. لا يا عم، هقول كلمة الحق لو على موتي. وكلمة الحق أنا شايف إن أنا بقول حاجة بسيطة، يعني بقول إحنا هنفتح مصلحة، الناس هتيجي تقف، هيبقى في رقابة على كله، هنعمل وعي في حاجات كتير، في المسموح نقولها، الحاجات المسموحة اللي ما بتعملش فتن. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وتطوير الأمور محتاج وعي مش خط، مش رازة. ما في حقيقة لو اتقالت في وش الناس، الناس تزعل. لا الحقيقه عشان تتقال في وش الناس محتاج شويه تكنيك وشويه حاجات كده وبتاع زي كده. ما انا لو عايز اسحبك للجامع ممكن اروح اصلي قدامك 5 6 مرات لغايه ما تتكسف على دمك وتيجي تصلي معايا. فاهم انت؟ في واحد لو قلت له تعالى صلي يزعل، وربنا احسن دماغ في دمياط احمد فؤاد، والله احسن، في ناس جميله برضه. تمام. المحل هيبدا من 1000 جنيه ايجار عندي مدعم. بتكلم مع حد بقول له احنا دلوقتي، انا اعرف ناس في الصين، اصحابي بيمشوا بمترجمين هناك. العيال دي بتروح تجيب حاجات ببلاش الا ربع. قلت طب ما انا دلوقتي في واحد عندي مثلا شغال في شنط مدارس وبتاع وكلام من ده، بس الولد ده مش امكانيات. انا يا عم معايا فلوس واعرف اجيب فلوس، واعرف اجيب ناس تخش بتجيب فلوس. بص مش هنعطل ولا ممكن واد زي ده اجيبه، ونشوف السوق طالب ايه ومحتاج ايه من خبرته، لانه راجل بتاع شنط وبتاع كراريس وبتاع اقلام وبتاع حاجات انا لا افقه، هو فاهم عني. انا همص الولد ده لغايه ما افهم في ايه.
عشان نجيب المنتج اللي الشعب محتاجه وندعمه. نبعت نجيب مثلا بمليون جنيه، ب2 مليون جنيه، ب3 مليون جنيه، ينزل ومكسب بسيط. انا يا عم ال3 مليون دول لو بقوا 3 مليون و100 انا مبسوط. لو كسبوني 100,000 في شهر انا مبسوط. يا رضا يا لا باش كسبت 100,000 في شهر، رضا. وخصوصا انت راجل بعد المحل بتاعك ما هيبقى ب1000، واحد محله كبير شويه ب4000، وده محله لسه ب2000، وده محله لسه ب5000، وده مصلحه محتاجه حته كبيره شويه فادينا له حته بكذا. فبعد المحل مفيش تكاليف، مفيش عليك حاجه، هتبتدي انت مرفه، مفيش ايجار بيجري وراك جامد، وفي نفس الوقت عندك سوق. انا عملت لك المعادله الصعبه. انت عشان تجيب واحد زي يعمل لك اعلان عندك هياخد 150,000 جنيه في دقيقه، هنزلها لك على الريل زي، ومش هكتب كمان رقم تليفونك، همنشن للصفحه بتاعتك العيانه اللي محدش شايفها اصلا. محدش بيكتب رقم تليفونات حد في العالم بتاع البلوجرات، تفهمش ليه، بس هو كده، انت فاهم. فانا لو جيت عملت لك فيديو عندك ب150,000 بمشاهداتي بصفحتي دي، لو 500 انا مبسوط اهو. ربنا يصلح حالك يا محترم. ده حاجه احنا عاملينها لاولاد بلدي دمياط، حاجه للمستهلك الدمياطي. انت شاطر في اي محافظه وشايف ان انت، اقسم بالله لنزل الناس من بره دمياط على حلويات، افتح حلويات، اقسم بالله لقلب الدنيا. اقسم بالله انا حكيت لك، قلت لكم هخليكم تاكلوا الفاكهه من على الشجر، والموضوع بسيط وسهل. بس انت لو رايق وبتجاهد في سبيل الله في شغلك من زمان، ربنا هينور بصيرتك. شيف مشويات محترف، عندي مطعم في المنصوره، يشرفني افتح فرع دمياط، واوعدك اني اعمل لك حاجه تشرف دمياط وتشرف شركه دمياط بامر الله. خش عليها منزلاوي، خش عليها اديك باكيه عندي هتروق العمل. المكان يا جماعه كبير، والاراضي ورا فاضيه، نقطع براحتنا، والمكان سهل للناس. يا باشا انت هتاخد اسرتك الكريمه وتيجي تتمشى عندنا في القريه، هتتمشى من الابره للصاروخ يوم كده فري، انت والاولاد تاكلوا ايس كريم وتتبسطوا، اللي يشتري له تيشيرت، ولا يشتري له ساعه، ولا يشتري له سندوتش، ولا ياكل فشار، واللي من الابره للصاروخ. في دكتور بيقول ده لا ولا الفشار ابو زيت ده، واحنا لازم نشوف حاجه للزيت بديله. الصح بتاعه ايه، اللي يضر ايه، الاكل اللي بتضر، اللي الدكاتره طبعا انا فاهم برضو ماليش غبي، اللي الدكاتره هتقول ده وحش يبقى ده وحش، اللي جه الدكاتره هتقول ده يتشال منه كذا عشان يبقى حلو. هطلع اكلم المستهلك وهكلم اللي شغال في ديك الشغله دي، هقول له يعمل ايه، ده لو شلنا منه كذا وشلنا منه كذا هيبقى كذا، لو ضفنا كذا هيبقى كذا. النهارده يا باشا زيوت نباتيه وحاجات مهدرجه ووجع قلب، وبص قصه حزينه. هنعمل وعي للشعب الدمياطي. اول ما نخلص المنظومه باذن الله، مطلوب من كل المحافظات يطلع فيها رجاله ابطال ينسخوا الوضع ده بدكاترته. للدوله يا جماعه، احنا بنحارب يعتبر في كل الجهات، الدوله بتحارب في كل الجهات. النهارده السوشيال ميديا اصلا نهكه، جهاز الدوله ده نهكاه. واحد خبطني طب باللايف، واحد سب باللايف، واحد مش عارف ايه بالله، والحكومه تنزل الحق بقى حسام بيه ومحمد بيه، الحق هات الولا، ينزل بقى يقعدوا يدوروا على الولا. فانت النهارده محتاج تشتغل مع الدوله شويه. انا هعمل رقابه والدوله برضو تراقب علينا، نبقى سيفتي 100 اظن الكلام ده ما يزعلش الا اللي مش جدع، اللي غيران. فالغيران ده انا انصحه قوم اعمل زيي، بدل ما تضيع وقتك في نقد واحد زي حالاتي مش هينوبك الا وجع القلب في محاربتي. لان قلت لك احنا مصنعين، يعني متدربين على الاصعب ونمنا في الشارع، فهتعملوا معانا ايه تاني؟ انا لو ضربتك بنيه هخرمك. فاهم؟ هتأذونا، هتنزل الصبح مش هتلاقي الاربع فرد، وممكن ما تلاقيش العربيه بعت واحد يسرقها. وما تزعلوناش، سيبونا، عشان احنا اصلا الناس اللي في الشارع اشقى ناس، احنا عارفينها، والناس دي احنا بنتعامل معاها كل يوم. فبلاش حرب، ما تحاربوناش. بص اعملوا لنا بلوك، لو المواضيع دي هتضايقكم اعملوا لنا بلوك، ان شاء الله باذن الله اتى نصر الله يا جماعه، اتى نصر الله. شغل بما يرضي الله والله، وبلد صنايع الحمد لله. اب عن جد مستنيك بس تقول لي يلا، الله المستعان، يلا منزلاوي حياه الفلاح تباني صباح الفل. الورد حبيبي عموره تنساش البسين عشان نفركت.
طب انا هحكي لك على موضوع البسين ده من امتى؟ ايه قول انت بقى. انا طول عمري يا جماعه صاحب مشاريع، كنت بفكر افتح بسين في دمياط، وكنت هخلي الواحد، كنت قايل لك بكام يا عمرو؟ كنت قايل لك بكام؟ باين الواحد ب 30 جنيه وانه ب 50 جنيه الواحد. يا ريتك عندنا في اسكندريه دودي موري يا باشا. ايه المشكله لما الفرع ينجح في دمياط واطوق البلد فرعين، واحد يمين وواحد شمال، عشان نقدر نخدم اكتر عدد من الناس، وبعد كده افتح لك فرع في اسكندريه. ايه المشكله؟ اظبط بلدي اول، هبدا من هنا، البلد اللي شربت من نيلها وقربت اغني لها. طريقه التواصل معاك ابو حميد، لينا شركه نتكلم فيها، ما تويتعش الشركه وحد هيوصلك ليه. واكيد اول ما نشرع في موضوع زي ده، ارض موجوده، خلص بس مع اصحابها نشوف عايزين ايه، هبتدي من الارض، هسيب لك رقم مخصص للمشروع ده، عايزنا كلمنا ناخد بياناتك، مواعيد، تعالى نقعد، هتتلاقي اجتماع بيني وبين، اخصص ساعتين في اليوم كده للناس اللي هتيجي نقعد نتكلم مع بعض، لان احنا مش فاضيين. تعمل حواوشي العجب اللي هيتعمل، والله يا عم قول المكان هيبقى فين، الباقه هتخلص، لا المكان ده سر حربي، ليه سر حرب، اما اجره ابقى اقول له هو فين، امسك عقده في ايدي ابقى اقول لك هو فين يا حبيبي. من عند ربنا، وانا بحبك والله، اخوك من كفر الشيخ حبيبي، الله يكرمك حبيبي عبد الرحمن. قعدت من 10 سنين وانت مجننهم، وده اللي عاجبني فيك، انت مش غلط زيهم، عاش يا رب فوش. والله يا جماعه انا بخاف اقول لفظ، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه يوم القيامه. انا شايف ناس تبرعت يا جماعه ان باخرتها عشان دنيتها، فانا مش دعوه بالناس دي، خلينا في حالنا. المهم، عندك مكان هيتعمل فيه تسويق شرس، جهاز رقابه شرس، مدعم من مجاميعه، كل حاجه انا مدعمها لك، انا مش مطالب مكسب في الاول، مش طالبين مكسب، انا طالب ان انا اول المشروع ده، المشروع ده هيقوم ازاي بينا كلنا، العمل في الجماعه، واما يتلاقونا كتير ولا هيخافوا مننا. مفيش حاجه اسمها نتحارب واحنا 400 500 محل، مفيش حد هيحاربك، والهبل ده اللي جاي علينا ده خسران، يبقى عنده بمرتين بقى، ولا معاه 20 30 40 مليار عايز يخسرهم، هندعي عليه، هندعي عليها نوقع مصلحته، فانت ما انتش متخيل، ودعوتنا مستجابه، وبنجاهد في سبيل الله. وكنت قبل كده اتكلمت في موضوع الجهاد ده يا جماعه، وقلت شبهته بالانعام، انت راجل بتاكل وبتشرب وبتصلي وكده، بس ده انت زيك زي الجاموسه، لا الجاموسه برضه تعبد ربنا وبتحرث الارض وبتشتغل وبتصحى وبتنام وبتاكل وبتشرب زيك، الفرق بينك وبينها ايه؟ وربنا قال هم كالانعام بل هم اضل. ليه؟ شايف الحق وقاعد شايف الشر وساكت، شايف ابن كارك بيفسد في كارك وساكت، يعني كار الطب ده كله ما طلعش يتكلم فله واحد او اتنين او تلاته والباقي مستفاد او خايف، الاتنين بيتحاسبوا عند ربنا، الاتنين بيتحاسبوا، هو كده، هي الدنيا مخلوقه كده. انت عندك علم، ربنا يسالك على العلم ده، نفعت بالناس ولا ما نفعتش بالناس؟ هتيجي يوم القيامه تفكر ان انت داخل الجنه، تلاقيك يا باشا على النار في ليه؟ ما حلتش الحلال وما حرمتش الحرام، وربنا انا يا عم ربنا اداني علم طلع اقوله لك، ربنا افضل الدكتور ده علم طلع قاله، فاهم انت؟ صح، الكترة تغلب الشجاعة يا باشا، اقسم بالله، بص اللي معاه ربنا يمشي على المية. والدولة، أي حد يقول لك الدولة قول له أنت أهبل، الدولة دي دولة مؤسسات، حد فاضلك؟ حد فاضلك في الدوشة دي؟ المادة كذا بتقول كذا، غلطت عديت الخط يا باشا تتحبس، بس ماشي ورقك سليم، خلص ورقك يا باشا، وانا اخترع اصدار، انا هفتح مول، بدل ما يبقى واقف هيبقى قاعد على الارض. انا جاي، ما هو نظام مول اهو جدع، هو مول، ما انا بقول لك هو مول، بس بدل ما هو واقف هيبقى نايم على الارض مسطح واحد، بس بدل ما هو مول ويتساب وانا بلم ايجار منك بس، لا انا مديك كل ما اوتيت من علم، في مبنى اداري للمكان ده بتسويق جبار، في كل المعدات اللي احنا هنحتاجها في التصوير وفي ان احنا نسوق للمكان ده، هنصرف على المكان ده تمويلات وبتاع، خلي مصر كلها تشوفنا، وننقل فعلا دمياط بتعمل ايه وبتعمل اكل ايه. احنا كنا اشهر ناس في الجبن واشهر ناس في حاجات كتير وجلود، الصناعات دي انقرضت ليه؟ راحت فين؟ جت منين؟ ما اتدعمتش. ان اوان بقى، ان اوان بقى نقف مع بعض ونظبط وكلنا هنكسب. اي حد بيقول لك انت عامل الموضوع ده الريتش، يا حبيبي عامله الريتش عشان اتشاف، امال عامله، امال هو عامله لمين؟ عامله عشان اتشاف
وعامله عشان اكسب، وعامله لله، وعامله جهاد في سبيل الله، وعامله عشان انت تكسب معايا، وعامله عشان العميل يستفاد، وعامله عشان ننشر الوعي بين الناس، وعامله عشان حاجات كتير. والعلماء زمان كانوا تجار نوايا، يعملوا حاجة واحدة وياخدوا عليها 20 اجر 50 اجر. اهو ايه المشكلة اما اشتغل واكسب؟ مش العمل عبادة؟ عشان اكسب وابقى كويس وارتقي باسرتي وبتاع، لما تلاقي واحد محتاج ولا بتاع محتاج ما اديله، امال ابقى جربان؟ يجي يقول لي بعمل عمليه بموت ما اعرفش اعملها له، محبوس ما اعرفش اخرجه كده يعني. فلما اشتغل واتعب يبقى معايا فلوس اعرف اخدمك كمسلم ونفيد بعض كمسلمين. كل النهارده ما حد يطلع يتكلم، المثبطين وقلالات الدين والمش محترمين يطلعوا يقولوا له انت قصدك ريتش وخلاص بقى اسكتوا بقى سويتوا سمعه البلد. واحد كاتب لي احنا قرفنا منكم. عرفنا مين يا عم؟ ده مين اللي بلوك؟ عرفت مني ايه؟ مين اللي بلوك؟ ما تجيليش داخل لي المحل احنا عرفنا منك. ما تبعد يا عم روح انت ده السل ده انت عيل تلي. انت فاهم؟ ايوه كده يا رجعت المصمعين اللي كانوا معلمين البلد وقفوا منك فتره وصراحوا بخضار واشتغلوا تورسيكل. واللي بقى وجه رجع للناس تاني هتلاقي فعلا احلى تسويق. باشا النهارده اتفرج من بعد ما انا طلعت بتوع الموبيليا عاملين ازاي كلهم يا باشا بالتليفونات، والعيال بتقطع شغل وبتبيع الا من رحم ربي. سيبك من العيال الفنانين المخها تعبان دي طالعين شتايم وجع قلب وتلسين ويا حلوه شوفيني ويا كاميرا صوريني ويا باي. ناس دي أسوأ مثال ان احنا نذكره. النهارده في ناس يا باشا بص بتبيع كاميرا، بص يا فنان مصور بتاع قطع مصنع يشتغل باع منافس بقى اتفتح الكلينه مشيت على النهج بتاعنا التسعير الثابت الموبيليا النظيفه. سوق صور شغل بعد ما كان ممنوع، بلاش بقى السمسار ووجع القلب ده في الكيشن كده. ما يستحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. صح صح يا استاذه سلوى. بس خليك قريب من الجديده قبل كمين الاسعاف. باشا المكان انت ما انتش متخيل انا جايب مكان. هما بص يعني ايه اختيار ربك زي ضمير شركي، اختيار ربك سبحانه وتعالى. محل هيبدأ من 1000 بلبل 1000 جنيه. فتحت لك مصلحة في سوق يا بيه، سوق بيشغي بإذن الله من الصبح بالليل. ليه؟ لو مشيت بدماغي بالتسعير بتاعي بالنظام بتاعي الفكر ده كده كده انت هتمضي على العقد ده تيجي تشتغل تحت توجه شركة دميتشر. احنا ما بنشتغلش كده واعرفك ان انت ما بتعرفش تكسب واخليك انت اللي تقول اه والله يا احمد احنا ما كناش بنكسب احنا كنا غلابه. بس عمل كتير عمل كتير يعني. في ناس اللي كان شغال بواحد هيشتغل باتنين معاه يبقوا تلاته. هيبقى عندك ناس ما ينفعش يطلب منك 50 سندوتش سخن وتقعد تقول لس الناس اصل مضغوط. لا شركه دميتشر هتنزل هتدعمك هنجيب ناس بيتدربوا كده معاك يا باشا نشتغل. مفيش حاجه ملهاش حل، كل حاجه لها حل ان شاء الله. كان معكم ابو فؤاد ينقل لكم الواقع من القهوه. على فكره المشروع ده هيسهل على ناس كتير. ناس كتير بتواجه غلاء والناس ده يا جماعه عندهاش امكانيات عادت تكمل. انا عارفهم بيكلموني هو ما عادش عنده امكانيات يواجه الحياه. الحياه خلاص بالنسبه له بقت سودة. التعامل في الحاجات دي ازاي؟ التكاتف. نبقى ايد واحده. انا بعرف اسوق سوقت لك علاقاتي كلها تخدمينك. اعرف مخرجين ومنتجين ومذيعين ومحاسبين واداريين شاطرين واقسم بالله ابعت اجيب لك ناس من الهند تدير المنشاه دي. هتفيدك. النهارده يا باشا انت ب1000 جنيه فتحت محل بدل ما انت قاعد في الشارع. ربنا يكرمك. انا ما كنتش مهتم بس خليتني اهتم وبصراحه شغلك محترم واسعارك كويسه الحمد لله ذا فضل الله. ايوه مسوقه على النت بس في بعض الحاجات ما كانوش يعرفوا اصلا يعني ايه لايف غير مش مهم بس المفروض يستخدموه بقى فيما يرضي الله مش في التلقيح. وجع يا مسهبي يا فوقش محل ملابس يلا يا مسهل سهل الحق خد وقع منك حبيب عرب امشي منك يا عمر. سوشي بيني على التخطيط والعلم وفريق عمل ان شاء الله هتنجح. العمل الجماعي انا النهارده يا باشا حاطط سيستم في الشركه وقاعد في البيت. انزل اعمل لايف تزييطه في القسم ده صاموله مهويه في القسم ده شده في القسم ده. كل الاقسام محتاجه متابعه.
لغايه ما ابتديت انسخ نفسي في الشركه، واعمل واحد قارني في الشركه. الراجل ده بقى ماشي يزيت مكاني ويسند مكاني ويعمل مكاني وكده، حاجات كده ابقى اقول لكم عليها باذن الله. الناس اللي معانا هتنعم بكورسات ربك سبحانه وتعالى دربنا وفهمنا. ابعت اجيب لكم ناس من بره تدوكوا الكورسات لو انا ما قدرتش اكمل معاكم في الكورسات دي. هبعت اجيب ناس تفهمكم يعني ايه تجاره، ويعني ايه تسويق، ويعني ايه اصول اداره، ويعني ايه اصول تسويق، ويعني ايه شغل، ويعني ايه استراتيجيه تسعير. مش انت المفروض تفهم السوق ده شغال ازاي، وانت التسعير ده مبني، هتمول فلوس بكام، سبونسر اللي انت هتصرفه على النت ده تدفع كام، فمن خلاله انا اقدر اسعر. النهارده عملت لايف فيديو وحطيت عليه 5000. انا ما بمولش بالمناسبه، لان انا الفيس بتاعي بيتعامل معايا ان انا راجل مؤثر وبتشاف، مش محتاج ادفع. في واحد تاني يا عم ما عندوش قبول، في واحد تاني يا عم هو بيتهته ما بيعرفش يتكلم، بس بيعرف يبيع كويس وبيعرف يصنع حاجه اللي تتاكل او تتشرب كويسه. خلاص حياه عنده طاقه عشان ما بيعرفش يسوق، لا ده يجي عنده منتج التزم بالقوانين والعهود والمواثيق اللي بين الشركه وبينه، هيفضل امن مؤمن وهينعم بكل حاجه خير. من اول المحل ابو 1000 جنيه اللي انا هديهوله ده انا مدعمه. قدرت ادعمه له ليه؟ عشان احنا كتير على 400 محل. ايجار المكان لما يتوزع على 400 محل، لا ده حاجه جميله، هيظبطك. شفت العمل الجماعي ظبط ازاي؟ ها، لما سوق ل 400 محل والزبون ينزل على 400 محل، يعني قول مثلا 100 مهنه، 100 حد بيبيع حاجه مختلفه، اللي بتاع ساعات، واللي بتاع حظاظات، واللي بتاع سلاسل، واللي بتاع مش عارف ايه، واللي بتعمل ايس كريم، واللي بيعمل اكل، واللي بيعمل شرب، واللي سوق يا باشا. تيجي تجيب البيت وتيجي تخرج عندي شويه تفك وتتفرج على كل حاجه نظيفه من الاي تو زد. ايس كريم يا باشا يتعمل بمواد الطبيعه، مش عايز الوان، مش عايز برنجان، انا عايز اللي ياكل حاجه ياخد حاجه لعياله. احنا جايين ناكل حاجه من هنا عشان هنا ده كويس، الراجل ده عنده رقابه زي رقابه الدوله. معلش باذن الله. ما قلت لكم مش هوعدكم بالمدينه الفاضله مره واحده، لا تباعا وعلى مدار الوقت باذن الله ربنا يكرمنا. اقسم بالله لنصنع كل حاجه احنا بنبيعها، اقسم بالله. الزرع اللي نزرعه قلت لكم بالله لنقطف الفاكهه من على الشجر، والموضوع سهل، والاراضي بالهبل، والفلاحين بالهبل، ويا مسهل سهل وانت مش متخيل. اقسم بالله اجدع مزرعه تيجي لاجل عيون الضميطه، اجدع مزرعه تيجي لو بال50 لو بال1000 عجل، لو بياكلوا 1000 عجل اجدع مزرعه تيجي. بياكلوا اكل زي الناس، بياكلوا شرب زي الناس، لازم أن يكون شغال لهم موسيقى. البقر لو ما اشتغلوش، انا المعلومه دي انا عارفها، ليه ما نجيبش ونشغل لهم موسيقى حتى يربوا لحمه حلوه؟ يقول لك الموسيقى دي بتخليهم ينتجوا لبن. انا بقول نشغل لهم قران هيبقى احلى. الغرب لو عرف ان في قران بدل الاغاني هيشغل القران بدل الاغاني، الطاقه بتاعت القران هتنتج لبن اكتر. فاهم انت؟ وحلفت لك قلت لك اخليك تيجي تحلل انت للجاموسه. خد عينه من الجاموسه يا باشا، كل حريه التصرف، مفيش حاجه هنا غلط نخبيها. لو هنفتح البان بتاعت دميتشر، هي بتاعت البان، الموضوع سهل. هنجيب واحد تخصص في القسم ده، هنيجي البقره اهو يا باشا احلبه وطلع للناس دي لبن بالظبط، لبن على التكه. ونبيع جمال ونبيع غزلان، ولا ما فيش حد بيبيع غزلان في دمياط؟ انا عايز لحم غزلان وندعمه، نجيبه جمله يا عم، وحتما هتلاقي الكيلو بتاعه يعني مش غالي، بس هم بيحبوا يفحلوها. بقول لك ايه ابسطكم، ابو فؤاد انا معاك، عندك 50,000 شغلانه، يا لهوي فيها مليانه مليون ثغره، ومفيش شغلانه مش هجيب ثغراتها وهتكلم فيها، حتى يا عم الامن والامان على اللي شغال في المهنه دي معايا، واللي شغال برايا لازم يفهم. الذين جاهدوا فينا لهديناهم سبلنا. ايه المشكله اما اقول لك على سلبياتك وتصلحها؟ ولا لازم انت تهاجمني عشان انت عندك مشكله ومش عايز تصلحها تقوم تهاجمني وتشتمني؟ هل ده دين؟ فطبعا الناس دي نفوسها سيئه وشيطانها اقوى منها، وسبحان الله كانت ام لوحدها والبيئه المحاوطه ليه هي اللي عارفه ان هو راجل وسخ، فلا مش مكفيه، قام طالع عامل لايف يا جماعه انا وسخ. فاحنا عرفنا كل الاوساخ اللي في دمياط، وكل الاشراف عرفوا كل الاوساخ اللي في دمياط بالفتنه اللي فاتت دهي بتاعت المصنعين والتجار اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بيهم، ابتلاهم بيا قصدي لا مؤاخذه عفوا.
واحد بيقول لي يلعن الضرب اللي انت فيه. ماشي يا عم، الايام بيننا وانت سيء الظن. انا ممكن اشتمك وممكن اخليك من هنا خارج مالكش لازمه، بس احنا في وقت سخر وانا فجر، فاهم انت، وبنقول كلام بما يرضي الله. فانا يا عم ايه، هي انا ما سمعتش حاجه وهجزم غذا عليك. روح يا عم، ربنا يعفو عني وعنك. هي كده تمام قوي. سلام عليكم بقى. اكيد طبعا انا قايل سلام عليكم من زمان. تمام يا جماعه، وكده اكون وصلت لنهايه البث الجميل بتاعي، وقت يا فنان. باي باي.